طبعا كل سنه وانتم طيبين، مستنيين الحلقه دي بفارغ الصبر، حلقه الكحك والبسكويت والغريبه والبيتيفور. وهنعمل النهارده حلقه مميزه ان شاء الله، وهنقول فيها اسرار الصنعه مع الشيفات المتخصصه اللي بتعمل الكحك والبسكويت والبيتيفور والغريبه. ويلا بينا نبدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيف؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايه المكنه بتاعت البسكويت دي؟ ان شاء الله. الغطا دوت كده الموس بتاع الوش بتاع المكنه، اسمه موس الوش بتاع المكنه، بس غريب كده كأنه زي غطا الازازه كده. الجماعه الصين هم اللي مخترعينها. يا سلام. ودي العجانه بقى كده. ده كده البسكويت طبعا. بسكويت بالشوكولاته. طيب قول لنا بقى، طبعا من اهم المظاهر واهم الحاجات اللي بتتباع في الموسم كل سنه وانت طيب، الكحك البسكويت البيتيفور الغريبه. دي عجينه كده. ده عجينه البسكويت. البسكويت ده بسكويت بالبرتقال، ده بسكويت بالشوكولاته. ده بسكويت بالبرتقال وده بسكويت الشوكولاته بالشوكولاته. تمام. في ناس طبعا بتطلب كده وبتطلب كده على حسب الزبون. طيب قول لنا العجينه كده دي بقى بتتكون من ايه؟ عجينه البسكويت عشان تطلع حلوه قوي زي ما انت بتعملها كده. من زبده جرين وزبده صفراء. زبده مرجرين وزبده صفراء. زبده صفراء، سمنه بلدي، بيكنج باودر، فانيليا، بيض، لبن بودره كده، يعني هي دي المكونات. ولبن بودره. اللي هو اللبن النيدو. اللبن النيدو. دي المكونات اللي هي بتاعت البسكويت. بعد كده بتتخمر مثلا، بتفضل مده معينه او حاجه؟ لا هي بيتضرب السكر مع السمنه والزبده، بتنزل بالبيض والدقيق والبيكنج باودر وخلاص. طريقه سهله يعني. سهله ولا حاجه. سهله يعني. كل اللي انت قلت المقادير اللي انت قلتها دي تتخلط مع بعض تبقى العجينه دي ويشكلوها كده. بتشيل 100 جرام مثلا دقيق. بتشيل 100 جرام دقيق؟ شوكولاته. مكانه ايه؟ شوكولاته خام. يعني مثلا لو كيلو دقيق بنشيل منه 100 جرام عشان نحط مداله اللي هو بودر الشوكولاته. ايوه. طب والبرتقال ده؟ البرتقال ده فيه اسانس كده برتقال بيتحط له، بيدي طعم حلو. ريحه برتقال او اسانس برتقال يعني بيتحط له ويطلع ما شاء الله حلو. يطلع كويس. يقعد في الفرن قد ايه بقى وفي البوتاجاز؟ يقعد حوالي 21 دقيقه كده على 180 درجه. 21 دقيقه على 180 درجه على حسب الفرن يعني. في فرن مثلا سخن قوي، في فرن هادي كده. هنتكلم بقى عن الكحك. احنا اتكلمنا على البسكويت خلاص، ومعانا الحاج اهو هيكلمنا على الكحك الجميل اهو. بصوا المقاس بتاعه اللي هو السواريه الصغير ده كده ان شاء الله بالنقشه بتاعته. ورينا بقى يا حاج بقى انت الطريقه ازاي او بتعمله ازاي او مواصفاته ايه؟ العجينه نفسها يعني المكونات يعني المكونات ان شاء الله بامر رب العالمين. كيلو دقيق عليه نص كيلو بالظبط سمنه. وبياخد 3-4 معالق لبن. تمام. ونبسهم وشويه سكر صغيرين او نص معلقه سكر. وطبعا بنبص في العجينه لغايه لما تبقى جامده كده اهوت، ونروح حاطينها كده ونيجي بالبصمه في قلب الصاج زي كده اهو. ونروح عاملينها كده اهوت. خلاص طلعت طلعت الكحكه، تترص في الصاجات وتخش الفرن. تمام. بس طبعا بيتحط ريحه كحكه برضه. ريحه كحكه هم العجينه كلها، بس احنا بنقول المكونات بتاعه الكحك لوحديها معروفه على الكيلو كذا وعلى الكيلو كذا. انما انه كيلو الكحك عليه نص كيلو سمنه بالظبط. يعني احنا لو هنعمل مثلا 2 كيلو كحك ان شاء الله يبقى 2 كيلو كحك، كيلو سمنه، ربع كيلو لبن، 2 بيكنج باودر، معلقتين سكر. وكم قد ايه دي؟ كيلو دقيق هيطلع لك 2 كيلو كحك؟ لا يطلع له نص كحك. الكيلو دقيق مع النص سمنه يطلع له نص. بالظبط كده ان شاء الله يطلع كيلو ونص ان شاء الله. ناقص لنا كده نتكلم على البيتيفور والغريبه. البيتيفور بقى عجينته ايه ويتعمل ازاي وبياخد قد ايه؟ لنا كده المقادير والوصفه اللي هي سر الصنعه الصح اللي يطلع 100 100. يجيب زبده صفراء بس ما تكونش جامده ولا سايحه، يعني متوسطه كده. يجيب كيلو دقيق عليه 800 جرام زبده، 400 جرام سكر بودره، وورقتين فانيليا و4 بيضات. هيجيب الزبده مع البيض والسكر هيدوبهم حلو، الفور زي الكريمه، بعد يطلع زي الكريمه ينزل بالدقيق وهيدوبهم. يجيب الكيس بتاع البيتيفور اللي هو البلاستيك او القماش، في بالبله كده حديد فيه بتتحط، ويعمل الاشكال بتاعه براحته. وبيخش على درجه حراره 180. بيقعد حوالي 16 دقيقه، ربع ساعه. بعد ما بيطلع بيتهوى، بتلزقه بمربع، عاوز تلزقه بشوكولاته اللي انت عاوزه. ممكن بقى تجيب جوز هند اللي هو التفنيش بقى في الاخر، عاوز تجيب جوز هند، عاوز تجيب سوداني، عاوز تجيب مكسرات، على حسب امكانياتك كده. على حسب امكانياتك. وان شاء الله يطلع كويس. برضه بيلزقوها بالمربى بالشوكولاته، تحط فورماسيه، تحط جوز هند، مثلا سوداني، المكسرات اللي هي جنب الفوز، على حسب ما انت حابب. نتكلم على الغريبه بقى، مقاديرها بقى وبتتعمل ازاي؟ الغريبه كيلو الغريبه ليه 600 جرام سمنه، 300 جرام سكر، ورقه بيكنج باودر،
وبيضتين. تمام. بتضرب اول حاجه السمنه مع السكر. ده انت كده بتقول مقادير مثلا لو ست البيت هتعمل كيلو. هو كيلو ده مقادير كيلو. تمام. هتضرب السكر مع الزبد مع السمنه وتفورهم كده زي الكريمه، وتنزل بالبيض والفانيليا وتضربهم. كم بيضه؟ بيضتين. بيضتين وتضرب تقلبهم تقلبتين كده، وبعد كده تنزل في الاخر بالدقيق وتخدمها، تحطها في الثلاجه مثلا ساعه ساعتين كده عشان تمسك نفسها، وتطلع وتشتغلها. عاوز بقى تحط من فوق من عليها سوداني، تحط عليها اي مكسرات اي حاجه. بتروح على درجه حراره 140. 140. تقعد ساعه الا ربع كده. ساعه الا ربع. تطلع بقى حاجه. تطلع حاجه زي هي بتدوب كده. ذهبي. حاجه ذهبي كده، ولا بتحمر ولا بتصفر. حاجه ذهبي كده. تمام. حبيبي كل سنه وانت طيب، وميرسي جدا جدا ليك، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد ان شاء الله عليك. كل سنه وانت طيب حضرتك.